طيب بعد كده الفكره اللي بعد كده العامل المشترك. ركز كده كده، احنا خلصنا مين؟ فكره ضرب قوس في قوس. ندخل بقى بعد كده على العامل المشترك. طيب العامل المشترك يا سيدي بكل بساطه، لو انت عندك مثلا معادله فيها اكتر من حد، بص على الرمز او الرقم اللي اتكرر في الايه، في الحدود كلها، هو ده اللي ينفع تاخده عامل مشترك. يعني مثلا هنا المعادله دي بتقول لك ايه؟ 2a سالب 3ab زائد a بتساوي، انا عايز طبعا علينا بتساوي كام، يعني انا عايز بس اعود الايه، العامل المشترك من هنا. تمام. طيب بسم الله، العامل المشترك هنا تعال نشوف مين اللي اتكرر. هتلاقي الايه اتكررت في الثلاث حدود، خلاص يبقى انت ينفع تاخد الايه، عامل مشترك. خلاص يا شباب، يبقى العامل المشترك هو ايه؟ الرمز المكرر في جميع الحدود. مش لازم يكون رمز، يعني ممكن يكون رقم، الرمز او الرقم. خلاص، المكرر في جميع الحدود. يلا افتح قوس بقى، خدت العامل المشترك افتح قوس. يلا 2 ايه على ايه؟ كل حد بقى يقسمه على العامل المشترك. 2 ايه على ايه؟ الايه تطير مع ايه يبقى 2. خلاص كده. سالب 3 اي بي على ايه؟ الايه برضه هتطير مع الايه يبقى بقى كام؟ سالب 3 بي. بعد كده ايه على ايه؟ فعل واحد، يبقى كده ايه؟ موجب واحد. بس كده انت خلصت. طب بص كده، لو انت ركزت هتلاقي اتخاذ العامل المشترك عكس مين؟ عكس ضرب رقم في قوس. يعني لو انا ضربت الايه ديت في القوس ده، ايه في 2 بقت 2 ايه اهي، ايه في سالب 3 بي بسالب 3 اي بي اهي، ايه في واحد بموجب ايه. يبقى انت رجعت للمعادله بتاعتك تاني. خلاص. طيب يلا بص كده على المثال التاني، شوف مين المكرر. هتلاقي هنا ايه وهنا ايه. طيب هنا اي واحد هنا اي اتنين، خلاص يبقى كده الاي ما ينفعش عامل ايه مشترك، لان هنا اي واحد هنا اسمه اي اتنين. طيب الباي دي برضو مكررة، يبقى الاي على باي دي هي اللي ينفع تاخدها ايه؟ ينفع تاخدها عامل مشترك. خلاص، فنقوم قايلين كده ايه على باي دي. افتح قوس بقى. اتبقى مننا مين؟ اي واحد زائد اتبقى مننا مين؟ اي اتنين. يبقى انت بتكتب في القوس المتبقى بعد العامل المشترك، المتبقى في الحد بعد ما خدت منه العامل المشترك، لان انت بتمسك الحد بتقسمه على العامل المشترك اصلا. فانت لما اقسم ده على العامل المشترك، يعني هقسم اي اي واحد على باي دي على اي على باي دي، الاي على باي دي هتطير مع الاي على باي دي اللي انا بقسمهم على بعض فيطيروا مع بعض، يبقى من اي واحد. برضه لما اقسم الحد ده على ايه على باي دي، برضه الايه على باي دي اللي هنا تطير مع الايه على باي دي اللي هنا اللي العامل المشترك، يتبقى اي 2. يبقى ازاي؟ خد بالك الاشاره اللي بينهم هي دي اللي بتتحط. خلاص كده.